افتتحنا عرض سماك داون بدخول كودي رودز للحلبة. دخل كودي رودز ومسك المايك وقال: مباراتي ضد كيفن أونز في الرويال رامبل، مباراة السلالم. وعندما كان سيتكلم كودي رودز قاطعته موسيقى درو ماكنتاير. دخل درو ماكنتاير وحضن كودي رودز. كودي رودز مندهش من اللقطة. درو ماكنتاير تكلم وقال: قال لي كودي رودز: أنت لا تعرف من يأتيك من خلف ظهرك. وعندما كان خارج درو ماكنتاير من الحلبة، هجم كيفن أونز على كودي رودز، هجم عليه من خلفه، وبدأت العركة بينهم، ودخل الأمن يحوش بينهم. خرج درو ماكنتاير مبتسما الذي حدث في الحلبة بسببه. كيفن أونز رفع الحزام وخرج. بناء قوي لمباراة كيفن أونز وكودي رودز في الريال رامبل، ولكن النتيجة محروقة، فوز كودي رودز بكل تأكيد. بعد ذلك تحدث مباراة ثلاثية بين الأوسس وسامي زين وسولو سكاوا والبلاد لاين جاك فاتو وتاماتونغا. مباراة كانت قوية جدا. في آخر المباراة دخل درو ماكنتاير من باب القاعة، ودخل وشتت جاي أوسو، واستغل سولو سكاوا تشتيت درو ماكنتاير لجاي أوسو، وفنشه بسماون سبايك، وفاز النيو بلاد لاين على البلاد لاين الأصلي. بذلك رسالة واضحة لرومان رينز في عرض الرو على نتفليكس بأن البلاد لاين قادمين. أنا نسيت دخول بول هيمن الحلبة. دخل بول هيمن وقال وشتم سولو سكوا، شتمه بألفاظ قذرة. وبعد ما كان يتكلم بول هيمن قال أن سولو سكوا قد سرق القلادة ولم يكسبها من رومان رينز، وهذه تعتبر سرقة، لا يحق له أن يكون زعيم. بعدما كان يتكلم بول هيمن دخل سولو سكوا الحلبة وقال: رومان رينز، إذا فزت علي سأعترف بك، وإذا أنا فزت عليك ستعترف بي. وقال لبول هيمن: إذا فزت أنا على رومان رينز ستلبسني القلادة أنت. على بول هيمن يلبس القلادة الأولافال لسولو سكوا. أما الآن فقرات خلف الكواليس، شفنا جاي أوسو وجميع أوسو يتماشيان، وأتى كيفن أونز وصدم جاي أوسو بالكتف وقال له: انظر خلفك. هذه الكلمة التي قالها درو ماكنتاير في بداية العرض لكودي رودز أيضا، يعني أن درو ماكنتاير وكيفن أونز تحالف قادم قريب بينهم. هذه أبرز أحداث لعرض سماك داون اليوم. مش معقول توصل حتى هنا وما ديرناش لايك واشتراك في القناة.